السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتشار كبير جدا الفترة دي لفيروسات كتير قوي، روتا مع متحورات من فيروسات أخرى، مع فيروسات الإنفلونزا، مع الأدينو فيروس، ده بالإضافة للحاجات البكتيرية اللي موجودة سواء التهابات الحلق أو اللوز أو الالتهابات الرئوية أو الالتهابات الشعبية. للأسف يا جماعة الحالات بتتطور بسرعة جدا. عشان كده من النصايح المهمة هي التغذية السليمة، شرب المية بانتظام، شرب السوائل بانتظام، تهوية المكان. يا ريت بلاش نتجمع في تجمعات كتير، خصوصا لو في طفل تعبان طبعا لازم ابعد عنه. لو طفل تعبان قعده بعيد عن اخواته عشان اخواته ما يتعدوش. طيب الحالة بتتطور بسرعة، لو انا عندي نزله معويه في البدايه ممكن فجاه تلاقي الطفل دخل في جفاف، فجاه الطفل اتحجز في مستشفى. يبقى الحل ان انا ابدا محلول الجفاف بسرعه قبل ما حاجه من دي تزيد، وبسرعه اتوجه للدكتور بتاعي. طفل بيكح، الكحه ليها مليون سبب وليها مليون عرض. عشان كده يا جماعه احنا المفروض الكحه اصلا ملهاش روشته ثابته. في كحه التهابات شعبيه، في كحه افرازات خلف الانف. اطفال الحساسيه طبعا حدث ولا حرج الفتره دي، فتره التقلبات اللي موجوده وفتره التراب اللي بدا ينتشر عشان دخلت الربيع. كل اطفال الحساسيه ممكن تعنف، لازم زياره الطبيب عشان لو هيغير البخاخه او هيغير الجرعه او هيزود حاجه معينه مع طفلي بسرعه الحقه. لو طفلك كح بالليل ما تستناش عليه انه يكح تاني يوم بالليل، يبقى لازم تاني يوم بنكشف عليه عشان نشوف الوضع ايه بالظبط، خصوصا لو كان مريض حساسيه. حساسيات الانف دلوقتي طبعا عاليه جدا، لو طفلك مكتمه مناخيره ومش بياخد نفسه كويس يبقى لازم بسرعه نتوجه للطبيب. دي كلها حاجات مهمه لازم نراعيها الفتره دي. طيب اللبس ايه دلوقتي؟ اللبس خريفي. اللبس خريفي يعني قطعتين بنص كم وقطعه بكم قطن لحد العيد. ان شاء الله في العيد كل سنه وحضراتكم طيبين هنلبس برضو لبس خريفي. بعد العيد بقى على طول ان شاء الله الجو هيبتدي يحرر، يبقى انا هخفف تدريجي لحد ما البس بنص كم بقى او البس صيفي بعد العيد مباشره باذن الله. كل سنه وحضراتكم طيبين وربنا يحفظ اولادنا من كل شر.